عزيزي الفشيخ، أهلا بيك في فيديو فشيخ. قبل ما نبدأ كده صلي على النبي وتدعي لإخواتنا المستضعفين إن ربنا ينصرهم. ومن آخر أحداث الفيديو اللي فات لما نزل شون على كوكب تيان وخلى زعتر يحول شكله هو وأصحابه لشكل الناس اللي على الكوكب ده، وفي نفس الوقت كمان يجمع أي كمية من المعدن اللي هم عايزينه، فبيصطاد حد كده وبيعمل معاه صفقة، وهي إن هيدوله نسبة من الفضة دي على أمل إنه هيساعدهم في بيعها. بعد كده شون بيعمل خطة ذكية جدا علشان يدخل المزاد. خلاصة الخطة دي ان شين بتتحول لتنين، فهم بيعتبروا ان التنانين دي حاجة عالية جدا، وبالذات التنين اللي اتحولت له شين. فلو فايتك اي حاجة من الاحداث دي ارجع شوفها في الفيديو اللي فات. بعد كده بنوصل للمزاد، والشرط حق دخول المزاد ده هو 300 ألف عملة، بس التنين اللي احضر البطاقات قعدهم في غرفة خاصة، زائد انهم كمان مفرقش معاهم الشكل البشري اللي شين متحولة له. وبعد لحظات بيبدأ المزاد، والمسؤول عن المزاد ده اسمها كي. المهم وبينما هم قاعدين في الغرفة الفي اي بي بيدخل عليهم واحد، وبنعرف ان ده سيد مدينة فينلونج واسمه هيونج. المهم بقى يا سيدي، هيونج ده بيحاول يشقط شين وبيسألها عن اسمها، فبتقول له شيو. فبيقول لها انا عرفت ان انت اظهرت عنصر الجليد للناس اللي اساءت ليكي، انا قبضت عليهم على فكرة وعلمتهم الادب، تقدري على فكرة تيجي وتتعاملي معاهم في اي وقت. فبيكون رد شين حكم انت بتتكلم كتير اقعد ساكت. في اللحظة دي بتبدأ كي تعرض اول سلعة في المزاد، وهي 5 أطنان من الفضة السحرية، واللي تقريبا يقدر سعرهم باكتر من 5 مليون قطعة. فبتكلم شين هوانج وبتقول له انت ليك كلمة هنا في المزاد يعني؟ بيقول لها ايوه طبعا، اي قرار في المزاد ده لازم يرجع لعيلتي، كل اللي علينا بس ان احنا نعمله اننا ندفع الضرايب. بتقوله شين طب هيحصل ايه لو انا قدمت عرض وما دفعتش حقه؟ وبتضغط على الزرار بتاع المزاد علشان تحصل على العرض ده. بالمناسبة اسم الغرفة اللي هما فيها رقم 3. في اللحظة دي كي بتقول الضيف الكريم اللي في الغرفة الخاصة 3 اخد العرض ده، وبتكون مستغربة ليه سيد المدينة جاي بيزايد على شوية فضة. وبتتفاجئ شين لما بتلاقي هوانج بيقول لها دي مجرد فضة يعني، اعتبريني اشتريتها لك. صحيح قوليلي انت بتنتمي لأي عائلة في كوكب تيان؟ بتقول له انت بتحاول تتأكد انا مين؟ وبيقعد يخمن شوية عائلات كده وبتقول له لا، فبتتعمد انها تخرج له بعض من هالتها. ساعتها بيقف يتصدم وبيقول ده عنصر الظلام، عندها سمات مزدوجة من الجليد والظلام، دي من عشيرة تيان لونج الأصلية. وبتقول له شين انها مش بتنتمي لأي عشيرة، وبيقعد قدامها يحترم نفسه اول ما بيعرف انها من عشيرة التنين العليا. فبتعمل هي معاه صفقة، وبتتفق معاه ان كل سؤال هيطرحه عليها هيشتري لها بيه حاجة من المزاد. وبما انك ساعدتني دلوقتي واشتريت لي حاجة، هسمح لك انك تسألني سؤال واحد. فبيقول لها انت منين حصلتي على سماتك المزدوجة دي؟ بتقول له لا هي كده طبيعي مولودة بيها. بعد كده بيجي العنصر اللي بعده، بس شين مش بتكون عايزاه، فبيتجاوزوا العنصر ده وبنوصل للعنصر التالي واسمه الذهب ذو الالوان السبعة، وموجود جواه 100 كيلو جرام من الذهب. ساعتها شين بتقول له ايوه خلينا نقدم عرض على العنصر ده. بيقول لها هوانج ماشي، بس قولي لي بقى انت من اي عائلة؟ بيكون ردها انا مش بنتمي لاي عيلة. السؤال الغبي ده انت هتدفع عليه 1,000,000 قطعة. وبياخد الزر منها وبيضغطه، فبتتضايق اكتر كي وبتقول هو ايه اللي بيحصل؟ عمال بيقدم عروض كتير قوي. في نفس الوقت ده بتسمح له شين ان هو يسألها سؤال تاني. بيقول لها طب انت مش بتنتمي لاي عيلة، انت منين؟ بتقول له بما ان انت قدمت عرض ساخي للغاية فانا هديك تلميح، انا مولودة بالفطرة. فبيقول لها ازاي يعني؟ بتقول له والله انت خلصت اسئلتك لحد هنا، لما يبقى يجي في المزاد حاجة تعجبني نبقى نشوف الموضوع ده. بيقول لها هقول لك على حاجة، تقدري تاخدي اي حاجة من المزاد، بس يا ريت تقولي لي الاول دلوقتي علشان انا فضولي. بتقول له ماشي هقول لك، انا بصراحة ما اعرفش جيت منين، فجأة كده صحيت لقيت نفسي جنب البحر واني اتحولت لتنين، وفي الذاكرة بتاعتي ان انا تقريبا كنت عضو من عشيرة البحر الازرق، لانهم هم اللي انقذوني، والاشخاص اللي ورايا دول هم مش من نفس عيلتي، هم اصدقاء انا نشأت معاهم، انا ماليش عائلة ومش معايا مال، والا فاكيد انا مش هبقى محتاجاك ان انت تزايد لي على السلع بالنيابة عني. بيستغرب وبيقول لها ما كنتش اعرف ان لسه في افراد من عشيرة التنين العلو البريئة لسه ما استيقظوش، عدى وقت طويل قوي من ساعة فترة تحول التنين دي. وبعد شوية كلام كتير قوي ملوش لازمة بنوصل لاخر سلعة في المزاد ده، وهي اغلى حاجة في المزاد كله، وعبارة عن 10 بلورات اصلية سماوية، وهي دي بقى البلورات اللي شون عايزها.
واللي عشيرة كونج بتنتجها على الكوكب اللي شون فجره. حرفيا بتنزل الارقام عليها لحد ما بيوصل سعرها ل 28 مليون و30 مليون كمان، وبيعدي ال 81، والرقم ده بيكون جاي من الغرفة الخاصة رقم 4. فشين بتطلب البلورات دي، فبيقول لها طبعا مفيش اي مشكلة، وبيقدم عرض انه هياخدها ب 200 مليون قطعة. فجأة بيدخل عليهم حد من عشيرة كونج وبيقول احنا محتاجين البلورات دي. بيقول له لا طبعا انا انفقت عليها فلوس كتير قوي. بيقول له عادي احنا ممكن ندفع ال 200 مليون اللي انت دفعتهم، وهتكسب كمان صداقة مع السيد المدينة بتاعتنا. بيقول لهم لا انا مش مهتم. بيقولوا له طب انت اكيد سمعت عن الحادثة اللي حصلت في كوكب 76، احنا ما عدناش قادرين اننا ننتج البلورات دي، وهي ذات اهمية بالغة بالنسبة لنا. فقرر الشيوخ العظماء ان احنا نيجي هنا ونعيد كل البلورات اللي جبناها. لو انت مستعد ان انت تساعد فعشيرتنا هتكون ممتنة جدا. بيقول لهم طب انتوا عايزين كام واحدة؟ بيكون ردهم كلهم والله يعني اكبر عدد ممكن. بيقول لهم ابقوا سيبوا لي رقمكم وهبقى افكر وابعت لكم. وبيقول لي لشين انا همشي انا دلوقتي علشان مش فاضي، عايز ادعوك ان احنا ننزل بكره نتناول اي وجبه سوا، وهو بالمره اجيب لك اشياء المزاد. بتقول له ماشي مفيش عندي حاجه مهمه بكره اعملها. وبترجع شين واصحابها للمنزل، وبيبدا يستنتج شون عده استنتاجات من اللي حصل النهارده. واولها ان العلاقه ما بين عشيره كونج والعشائر المختلفه اللي موجوده على كوكب تيان لونج مش متناغمه خالص. تاني حاجه ان مدينه فينج لونج اللي احنا موجودين فيها دي غنيه جدا بالموارد، وتعتبر مدينه ثريه لابعد الحدود. واخيرا اكتشفنا كمان ان في فصائل مختلفه داخل عشيره التنين العليا. وبتساله شين بعد كده وبتقول له طيب وليانج هنعمل معاه ايه؟ ليانج ده اللي هم قاعدين في بيته دلوقتي وعاملين معاه صفقه الفضه. بيقول لها شون بصراحه انا خليت زعتر يسيب له بصمه روحيه في ذهنه وبنتحكم فيه عن بعد. فبتخاف منه وبتقول له صدق انك مخادع. بالمناسبه بقى اللي اسمه هيونج ده وسيم جدا، بس انت مكر اكتر منه. بيقرب منها شون وبيقول لها بصيلي انا احلى منه صح؟ ما بترضاش شين ترد عليه علشان تغيظه. وبيتفق معاها شون كمان انها بكره وهي بتتناول معاه العشاء ممكن تساله عن كذا حاجه. اولا تساله عن اماكن يقوم بالزراعه فيها في مدينه فينلونج، كده كده هو هيحاول يعرض عليك اماكن يعني، وهيحاول يقنعك مره تانية انك تنضمي للعائله المالكه. بكره عادي ممكن توافقي ان انت تنضمي للعيله، وهيقوم باستخراج شهاده هويه ليكي، وهيسالك كمان اما اذا كنت عايزه تصبحي فارس تنين ولا لا. تقدري توافقي على كل ده عادي دلوقتي. بتستغرب وبتقول له انت حسبت كل اللي هو هيعمله بالظبط؟ بيقول لها ايوه هو هيعمل زي ما انا قلت لك كده. بكره اكبر مشكله هتتحل وهي مشكله الهويه بتاعتك. في نفس اللحظه دي بترجع يوجي وبتقول له ان في العديد من الخزائن الضخمه اللي موجود فيها معادن، بس ما يقدروش يقربوا من الخزائن دي علشان هي متحوطه بنظام انذار. بعد كده في اليوم اللي بعده بتروح شين وبترجع من المطعم اللي كانت فيه. اول ما بتشوف شون مستنيها بتقول له صدق انا بدات اخاف منك بجد، هو تقريبا قال لي الحاجات اللي انت قلتها بالظبط. بجد انا مرعوبه منك. بيهدي الدنيا شون وبيقول لها لا ما تخافيش، كل الحيل دي كده كده بتيجي قدامك انت وتتكسر يا جميل. وبيسالها على شهاده الهويه هيطلعها لها امتى؟ بتقول له هيجيبها لي بكره، وقال لي كمان على مكان مناسب للزراعه والتدريب، وانهم في العائله المالكه عندهم العديد من اساليب الزراعه المناسبه ليها. بيقول لها طب عرفت منه ايه عن فرسان التنين؟ بتقول له فرسان التنين دول هم حاليا اقوى قوه قتاليه، وقال ان عنده هو وهي فرصه علشان تبقى من فرسان التنين دول، ده غير ان العائله المالكه بتاعته هتصنع لي رمح تنين خاص. بيقول لها اكيد في اسرار عن فرسان التنانين دول هنقدر ان احنا نعرفها بعدين، اكيد بكره هيتصل بيكي عامه. قولي له ان احنا هنمشي بكره او بعد بكره، فهيعرض عليكي ان انت تقومي بالاقامه هنا في المدينه. تقدري توافقي المره دي. في نفس اليوم ده بالليل بيفضل شون قاعد يكتب حاجات كتير جدا. فبتساله شين انت بتكتب ايه يا عم؟ بتقول لها فيروز اكيد بيخطط ان هو يعمل حاجه سيئه، توقعي منه اي حاجه، حكم الواد ده طلع مش سهل. بعد ما بيخلص شون كتابه بيقول لهم انا هخرج كده في مشوار، وبيقول لشين زعتر هيجي معايا فانت هتبقى مكشوفه، خلي بالك لحد ما ارجع انا وهو. بيستغربوا كده وبيقول له طب انت مش عايزنا نيجي معاك؟ بيقول لهم لا مش محتاج، لازم اروح لوحدي انا وزعتر. وبيطلب شون منه انه يخفي وجوده، وفعلا بيبداوا يتحركوا، وبسرعه البرق بيوصل لمكان عاصمه نجم تيان لونج، وبيقدر كمان انه يقف ويبص على المدينه من الاعلى، وبيحس بالقوه الضخمه اللي بتتدفق في الكوكب ده. وبيبدا يفكر دلوقتي انه ما ينفعش يتحرك ومعاه كل الكنوز دي، والا قوات مجرد حصان التنين هيعملوا معاه الغلط. فبيطلب شون من زعتر ان هو يخرج له بياو. فبيخرج فعلا بياو وبيقوم باطعامه بعضا من الفضه السحريه. هتفهموا ليه عمل كده بعدين. وبسبب ان هو اطعمه الفضه
السحرية قام بإفراز المادة اللي كان بيفرزها قبل كده، وبيطلب من شياو إنه ياخد باو ويرجع للمنزل من غير ما يخفي وجودهم. فاللي بيكونوا موجودين على الكوكب ده من عشيرة كونج بيحسوا بيهم. بعد شوية وقت بقى بيرجع شون، وبيكونوا كلهم مستنيينه لأنه اتأخر عليهم، وبيشرح لهم شون هو عمل ايه بالظبط. فبيقولوا له يخرب بيت عقلك، ده انت شرير جدا، انت حرفيا عملت مصيبة. وبتقول يوجي احنا على فكرة تقريبا المفروض نمشي. بيقول لهم شون لا طبعا ما ينفعش نمشي دلوقتي، احتمالية تعرضنا للخطر مضاعفة حاليا. مدينة تيان لونج هتعيش في حالة فوضى لعدة ايام بسبب اللي عملناه، وممكن يفرض عليها الاغلاق التام، واحنا الموارد اللي معانا وفيرة جدا. نجمة تيان لونج هتشهد اضطرابات لفترة من الوقت، مش هينفع نرجع لها دلوقتي. بيقول له كيون ايه ده، انت عايز ترجع هنا تاني؟ بيقول له ايوه طبعا، لازم نودي بس الموارد اللي حصلنا عليها ونيجي هنا تاني. بيعدي يوم وبيبدأ شون يتحرك في الليل لحد ما بيصعد للسفينة بتاعته. حرفيا هو اليوم اللي فات ده عدى عليهم وهما مش قادرين ياخدوا نفسهم من الرعب. لما بيخرجوا بره مجال الكوكب بقى اخيرا بياخدوا نفسهم. بيبدأ يشرح لهم شون وبيقول يا جدعان احنا زي ما انتوا عارفين دمرنا كوكب رقم 76، بس الجيش بتاعنا طبعا ما عاتبناش، وده لان الجيش مش عايز يقطع العلاقات مع مجرة حصان التنين او يثبت ادانته، وده برضه لحمايتنا. فانا بخطط اني استخدم احدى البلورات اللي احنا حصلنا عليها وبعض المعدات والمواد الخام قليلة الفائدة لينا، بس هي ذات قيمة بحثية للجيش مقابل الجدارة لدى الجيش. وكمان لازم نرجع للكوكب الام علشان نرجع باو، وده بديهي يعني علشان ما يكتشفش من قبل عشيرة كونج. بتقوله شين هي كوكبنا هيكون مناسب انه يفضل على قيد الحياة؟ بيقول لها شون ايوه طبعا، ده انا بخطط كمان اني هديه لشخص امين جدا، العم ليه. بعد ما نرجع بقى هنقدم باقي البلورات وكل اللي معانا لطائفة تانج، وهنستبدلها كلنا بموارد كتير قوي هتساعدنا في الزراعة والتدريب. هنستخدم بقى الموارد دي علشان نحسن من نفسنا بشكل كبير قبل ما نرجع تاني للاسطول. بيفرح جدا كيون وبيقول له ايوه هي دي احسن طريقة نقدر ان احنا نزيد بيها في القوة بدل ما كنا بنعمل مهمات وبناخد عليها موارد. بعد شوية ايام بيوصل شون للمكان اللي موجود فيه الاسطول بتاعه، وبيطلب من القائد ان هو يفتح له. وبيدخل شون للاسطول بتاعه هو واصحابه، وبيصطحب القائد شون للمكتب وبيقعد يعاتبه، وبيقول له عجبك اللي انت عملته ده؟ بيعتذر له شون على طول، وبيقول له انا عارف ان انا سببت لك متاعب كتير قوي. بيقول له خلاص كفايه اعتذارات، انا مش مصدق ان انت فجرت الكوكب بتاعهم اللي بيعد اهم مورد ليهم. دلوقتي الكوكب رقم 76 اصبح اصغر بمقدار التلت، انت فجرت كوكب غني بالموارد، بجد انت مذهل. بس معظم التقييمات لافعالك المره دي سلبيه جدا، قولي بقى ازاي بيقدروا يجددوا البلورات بتاعتهم؟ بيقول له شون مش عايز اقول لك ان الموضوع صعب قوي. بيقول القائد معنى الكلام ده ان انت دمرت كنز كوني، انت عارف ان احنا لو انتصرنا في الحرب دي كنا هنعمل ايه؟ كان هيبقى احد شروطنا ان احنا نتفاوض معاهم على بلورات المصدر ونسيبهم يعيشوا، لكن انت فجرت المصدر الاساسي بتاع البلورات اللي احنا كنا هناخدها. في دلوقتي ضغوطات هائله عن المسؤولين عن المفاوضات دي. بيقول له شون طب وعملتوا ايه في الاتهام الموجه ليكوا ان احنا اللي فجرنا الكوكب؟ بيقول له القائد ادينا عمالين ننكر اهو. بيقول له شون بس يا قائد المفروض ان اسطول عشيره كونج انسحب، هم مش بيستعدوا لمهاجمتنا دلوقتي. بيقول له انت ازاي عرفت حاجه زي كده؟ بيقول له شون اهي دي بقى المعلومات الاستخباريه المهمه اللي انا عايز ابلغكم بيها، وبيدي له شون كل تفاصيل رحلته لكوكب تيان لونج. طبعا بيتصدم القائد وبيقول له يعني انت يا جاحد رحت الكوكب تيان لونج برجلك؟ انت مجنون يلا. بيقول له شون اسمعني بس وانا هشرح لك كل حاجه. احنا اكتشفنا سائل موجود على الكوكب رقم 76، والسائل ده بيتميز بتقلبات مكانيه قويه جدا. حاولنا بقى ان احنا ننقع الفضه فيها علشان نصنع بلورات المصدر، بس اتضح انه ما نجحش، وده معناه ان تدميري للكوكب كان فعل متهور جدا. بس انا فكرت ان كل اصحابي ماتوا، فقررت ان انا افجر الكوكب. بعدها قلت ان انا لازم اصلح الغلط بتاعي واروح لكوكب تيان لونج، فقمت برش السائل المتبقي من الكوكب ال 76 في كوكب تيان لونج، وده هيعمل هناك تقلبات مكانيه هائله. وبعدها بقى رجعنا مسرعين لهنا. عايز اقول لك ان في فوضى دلوقتي بتحصل في الكوكب. بيقول له القائد وهو مصدوم يعني انت لفقت التهمه لنجم تيان لونج؟ يخرب بيتك يا اخي. بيضحك شون وبيقول له نظريا ايوه. بيقول له القائد طب وليه ما جبتلناش احنا السائل ده بدل ما انت نشرته في الكوكب؟ بيقول له بصراحه عشيره كونج كانت بتطاردني، وانا لو كنت حاولت اهرب في اي اتجاه كانوا هيقبضوا عليا ويقتلونا كلنا، فده كان هو الحل الامثل. وعلى فكره كده كده السائل
ده بدأ يتبخر مني بحلول الوقت، فقلت من الافضل ليا ان انا استفيد بيه. وزي ما انت شايف النتائج اهو، اسطول عشيرة كونج مشى من عندنا. اكيد هم راحوا يعملوا الجلاشة في مدينة تيان لونج. بيقول القائد طيب انا لازم ابلغ رؤسائي باللي انت قلته ده. في اي معلومات تانية مهمة عندك يا شون؟ بيقول له شون لا، انا جبت معايا بس شوية اشياء من كوكب تيان لونج، ممكن اوريها لك. بيقول له لا 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 مش مهم دلوقتي، لازم اخلص التقرير وابعته للقيادة، استناني هنا. وبعد ساعتين بيكون شون نايم في المكتب، فبيدخل عليه القائد وبيقول له خد يلا شون، انت بجد شخص مميز جدا، المعلومات اللي انت قدمتها لي مهمة جدا للاتحاد، احنا مش محتاجين ان احنا نتفاوض معاهم حاليا، المرة دي اتاحت لنا افعالك ان احنا ناخد فرصة من الوقت، القائد الاعلى طلب بالفعل خدمة جليلة ليك، ودلوقتي بقى وريني الحاجات اللي انت جبتها معاك وعايز توريها لي. فبيقول له شون طيب ارجع كده، ارجع لورا شوية علشان ما يتنطروش في وشك. وفجأة بيفتح شون الختم بتاعه وبيخرج عدد كبير جدا من الكتب. طبعا بيتصدم القائد اكتر وبيقول نجم تيان لونج بيسجل المعلومات بتاعته فعلا على الورق، احنا عندنا في الاتحاد دول اصبحت الكتب الورقية نادرة للغاية. بيقول له شون الكتب دي فايدتها كبيرة جدا علشان نفهم مجرة حصان التنين بشكل افضل. لما بيفتح القائد كتاب منهم بيقول دي ثروة من الموارد المكتوبة بتحمل اهمية استثنائية للاتحاد، اي جهة المفروض انها سربت معلومات زي دي هتصنف كعدو للمجرة. ازاي الواد ده قدر يحصل على المعلومات دي كلها؟ الحاجات دي حرفيا اهم من الموارد. وبيقول لشون فعلا ده انجاز عظيم، بس انا عندي فضول اعرف انت ازاي دخلت للكوكب وازاي حصلت على الحاجات دي. بيشرح له شون ويقول له انا عندي روح وقدرات، بقدر ان انا اتحول واغير شكلي، خليني اوريك. وفعلا شون بيتحول للشكل اللي كان عليه في الكوكب، وبيتحول كمان لشكل واحد من طائفة كونج. بيكون القائد مبهور وبيقول ده ايه القوة دي، ده مش بيقدر يحاكي المظهر بس، ده بيقدر يحاكي تقلبات الطاقة بشكل مثالي. وفجأة شون كمان بيقطع تفكيره وبيقول له استنى بس يا قائد، لسه في حاجة كمان. وإذ فجأة شون بيختفي من قدامه، فبيتصدم وبيقول هو اختفى. بيبدأ يشرح له شون بقى وبيقول له اهي دي القدرة اللي خلتني ادخل للكوكب 76، بقدر ان انا اهرب بيها من مختلف استطلاعات العدو وبتجنب رادارات نجم تيان لونج. ده غير ان انا حصلت في الكوكب بتاع تيان لونج على هوية تاجر، اقدر هناك دلوقتي اني اعمل تبادل تجاري واحصل على الموارد وابيع لهم والخ، ورابحنا بعض العملات الخاصة جدا من على الكوكب ده واللي بيطلقوا عليها اسم عملات حصان التنين. بيقولوا القائد يخرب بيتك انت مدهش جدا، من المؤسف والله ان انت بتهدر قوتك معانا، انت المفروض تبقى جاسوس. القدرة على التسلل لنجم تيان لونج ده معناه بالنسبة للاتحاد حاجة كبيرة جدا، احنا هنقدر نتوغل عميقا في اراضي العدو في المستقبل، حرفيا نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه في نجم تيان لونج. الحصول على الموارد ما عادش بيتطلب الحروب. بيقولوا شون بس انا مش عايز ابقى جاسوس، انا عايز ابقى تاجر كبير على نجم تيان لونج. مجرة حصان التنين غنية جدا بالموارد، وفي العديد من الموارد الثمينة للغاية، اقدر ان انا اتعامل بيها هناك واجي هنا عشان استفاد منها. ده حتى بص انا لقيت ايه، وبيخرج له شون بلورة مصدر، وبتكون بتخرج هالة قوية جدا بتنتشر في المكان كله. وبيقول له شون دي مش بلورة مصدر عادية، دي نقية بنسبة 100% وتومية ومهلبية وحاجات معدية. بيكون القائد منبهر وبيقول له انت عارف يا شون على الكوكب بتاعنا بلورات المصدر دي بتتقاس بالملي جرام، يعني حتى مش هتبقى بالجرام زي الذهب، لا بالملي جرام. الحتة اللي في ايدي دي دلوقتي اقل حاجة نص كيلو، انت مش مقدر للثروة اللي في ايدي دي يا شون. بيتكلم شون مع نفسه وبيقول يا دي النيلة، يا ريتني كنت اديت له حاجة زي دي على عدة مرات، انا حاسس ان انا اديته اكتر من اللازم. الفكرة ان شون تقريبا معاه 100 كيلو من البتاع ده، انت متخيل حجم الثروة اللي هو فيها؟ لا ولسه عايز يبقى تاجر ويتاجر كمان. فجأة بيلاقي القائد بيقول له بص بغض النظر عن كل اللي انت عملته في الكواكب والشغب والحاجات دي كلها انا مسامحك، روح يا اخي قلبي راضي عنك، اي غلطة انت كنت عملتها انا مستعد ابررها لك عادي. ساعتها شون بيطلب منه بيقول له طب معلش يا قبطان في حاجة صغيرة عايز اطلبها منك. بيقول له القائد طبعا انت تقول اللي انت عايزه، لو محتاج تبقى مكاني انا ممكن اقعدك مكاني عادي. بيقول له شون لا 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 بصراحة مش للدرجة دي، انا في خلال المهمة اللي فاتت دي استخدمت بعض الموارد الخاصة من اكاديمية شريك وعايز ارجع للكوكب علشان اعيد ملء الموارد دي. بيقول له القائد يعني انت كل طلبك انك عايز ترجع للكوكب صح؟ اوعى تكون عايز ترجع تجيب حاجة تفجر لنا بها كوكب تيان لونج، ده اللي بجد هيسبب لنا مشكلة تودينا كلنا في داهية. بيقول له شون لا 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 والله مش كده خالص، انت تعرف عني اني من النوع ده من الاشخاص. بيزعق له القائد وبيقول له ايوه طبعا عارفك،
انت بتضرب الصواريخ المضادة لما اي حد يستفزك، حرفيا انت قنبلة موقوتة ماشية على رجلين. بيقول له شون ما تقلقش ايها القائد، انا هتأكد اني احضر الاشياء الجيدة من نجم تيان لونج قبل ما افكر ان انا افجره. وبعدين بصراحة بقى البيئة على الكوكب ده احسن من كوكبنا الام، والهالة كده هناك حيوية وكلها منعشة. لو قدرنا نسيطر على الكوكب ده في المستقبل هيبقى احسن لنا من اي حروب ومن اي تفجيرات. بيقول له القائد طيب ماشي يا شون، روح دلوقتي واستريح واستنى مني امر. بعدها بيرجع شون بقى لاصحابه وبيقول لهم تمام الامور مشت زي ما انا كنت عايز بالظبط، زائد ان انا احضرت معايا بعض الموارد اللي نقدر كلنا نستفاد منها في خلال الوقت ده على ما نرجع لكوكبنا او نشوف القائد هيعمل معانا ايه. وبيخرج شون كل الحاجات الكويسه اللي جابها معاه علشان يستفيد منها اصحابه، على الرغم من ان الاستهلاك بتاعها هيبقى مرتفع الى ان تاثيرها هيكون كويس عليهم. وبعد يومين بيستدعيه القائد وبيوافق له على الاجازه انه يرجع للكوكب الام. وفعلا بينطلق شون للسفينة الحربية رقم 33 للكوكب الأم، ووجهته بتكون أكاديمية شريك علشان هناك هيبهرهم بالموارد اللي معاه. وكلمة السر اللي هتكتبها لي في الفيديو النهاردة هي 33 برضه، علشان 33 اللي على الفيديو اللي فات ما كانتش كفاية. وبالنسبة بقى للي كتبوا كلمة السر صح في الفيديو اللي فات هم دول. اما دول فهم اخواتي الجامدين المنتسبين في القناه. انا عارف والله ان انا مش بشكرهم ولا بجيب سيرتهم اصلا، وبجيب اللي بيكتب كومنتات اكتر منهم عادي، بس كفايه ان صورتهم كده محطوطه تحت اسم القناه. فانت لو عايز بقى صورتك تتحط تحت اسم القناه كده انتسب في القناه. حلو كده حلو. وبس يا صاحبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم اخوكم الملخص الفشيخ اللي بينزل كل يوم، وسلام.